الليلة وصفتنا قراصة بالسمن والعسل أو قراصة بالسمن والسكر، من أجمل الوصفات يا إخوان السودانية، وحقيقة حلوة حلوة. ما تقولوا لي بانكيك وما تقولوا لي يحسنون. القراصة بالعسل إبداع. للوصفة دي هستخدم كوب دقيق قمح كامل، وكوب دقيق متعدد الاستخدامات، ورشة ملح، ومعلقة صغيرة ممسوحة خميرة، وكوب ونص موية. بخلطهم مع بعض لحد ما الدقيق يختفي، وبخليهم زي ساعة كده يتخمروا. أنا عادة في الكراسة يا جماعة ما بستخدم خميرة خالص. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، كنت في السودان. بجيب دقيق الطاحونة وبس مع موية كده، وبخليهم براحتهم، بتطلع رهيبة شديد. أصلا ما كانت محتاجة خميرة، لكن هنا بديت أستخدم خميرة شوية يعني. بديها معلقة صغيرة ممسوحة. بالنسبة للقراصة، في ملاحات بتاخد قراصة تخينة، وفي ملاحات بتحتاج قراصة رفيعة، يعني حسب الملاح المعمول. تمام. هنا الليلة هعملها شوية خفيفة، وهخليها كده قصيرة بتشبه البانكيك عشان تكون ماشية مع الثيم بتاع العسل والسكر والحركات. تمام. انا استخدمت هنا عسل الاسد، ممكن تستخدموا اي عسل. عسل جبته معايا من السودان عشان ما في زول يسألني من وين. القراصة دي رهيبة. هنعمل طبقة اولى هنخد فيها رشة سكر بودرة وسمن، والطبقة الثانية سمن وعسل. ممكن تعكسوا وممكن تستخدموا سكر عادي، يعني ما يكون سكر مشحون. من احلى الوصفات السودانية، جربوها بالعافية عليكم.